السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عملت لكم بقى يا حبايب النهارده صينية رقاق سهلة جدا وبسيطة ومن غير أي تكلفة. وشايفين التوريقة يا جماعة؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الحلاوة يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة حبيبنا النبي. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ اهو يا جماعة، من غير لحمة، من غير سمنة، من غير لبن. بصوا يا جماعة، الطريقة سهلة جدا جدا، طريقة زمان. هات هنا على الصينية يا رورو. شايفين؟ بسم الله، اللهم صل على النبي. شوفين يا حبايب قلبي اهو، خفيفة وجميلة جدا. والقعر بقى، شايفين قعر الرقاق اهو؟ بالصلاة على النبي، القعر زي الوش. تسلم ايدك والله يا ام علي، مورقة وجميلة وخفيفة قوي، وريحتها بقى وطعمها يا جماعة ما اقولكوش ايه الجمال والحلاوة ده. يلا بينا بقى يا حبايبي نشوف احنا عملنا الحلاوة والجمال دي ازاي. وادعوا لي بقى، اشتركوا بقى في القناة، ودعوة حلوة بقى لاختكم ام الاء يا حلوين. لقيت ابو علاء بقى ايه رايق، جايب لفه رقاق كده، بسم الله ما شاء الله. قال لي انا عايز اكلها على طريقه امي بتاعت زمان يا ام علاء، مش عايز فيها اي حاجه. الشوربه هي حبايبه اهي انا حطاها طبعا على البوتاجاز، موطيه عليها البوتاجاز خالص يا جماعه. شوفوا بقى، خليكم معايا واحده واحده كده، وصلوا على النبي وتعالوا نشوفوا احنا هنعمل الرقاق المغرق ازاي. احنا بنقول عليه رقاق مغرق من غير دمعه بقى ولا لحمه ولا اي حاجه، طريقه عاديه خالص. ده الرقاق اهو بقى يا حبايب قلبي. طبعا ما هوش احسن من الرقاق بتاعنا اللي احنا بنعمله، انا بعمله كده بعجنه وبخبزه بيبقى تحفه. ده بقى ابو علاء بقى جابهولي كده وحطني قدام الامر الواقع. طبعا الحاجه البيت جميله يا جماعه. الصينيه معموله بالسمنه البلدي. استنى. الشوربه يا حبايبي لازم تكون سخنه اهي. انا حاطه الشوربه على النار ومطيه عليها سهريه. لازم كده هنغرق الاسم رقاق مغرق ليه؟ عشان بيتغرق كده في الشوربه. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش لابسه جوانت لان انا ضامنه نظافه ايديا اهو. بسم الله ما شاء الله. الشوربه بقى لو بردت منك تسخنيها تاني، الشوربه لازم تكون سخنه. عندي بقى كده بواقي بط من امبارح، وكنت عامله كمان مخروطه، وهدس كمان برام رز حلو كده في الفرن، ونقضي بقى اليوم. ندهنه بقى وشه كده بالقشطه يا حبايبي، كده نحط كده ايه على بعض. بسم الله ما شاء الله. لا، اللي احنا بنخبزوه يا جماعه حاجه تانية، ماسك حلو حتى شويه، ده ما بيستحملش اي حاجه بتروح مقطعاه اهو. انا عاملاه لكم عندكم في القناه يا جماعه بطريقه تانية خالص، كنت حاشياه باللحمه وعاملاها بالدمعه، كان تحفه برضه. بس انا كنت جايبه لكم بقى اللي من اول العجين بتاعه والخبيث في الفرن اهو. هنعمل كده يا جماعه الصينيه كلها بالشكل ده. تمام. اعملها بقى يا حبايب قلبي وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. صلوا على النبي يا حبايبي بقى وحطوا اللايك. خلصت كده يا حبايبي كده الرقاق كله، بس سبت شويه بقى يا جماعه اعملهم فته. بصراحه الفته يا جماعه بتاعت الرقاق ده تحفه، حلوه قوي يا جماعه. بحب الفته بتاعت الرقاق الناشف ده قوي قوي. دي علبه قشطه بقى كانت عندي في الفريزر، طلعتها اهي فكت، حطيتها في الشمس شويه. هاتن بقى الوش قشطه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. القشطه بس كده، على طريقة بقى أمي وستي وعمتي زمان، الله يرحمها عمتي بقى، كانت الخير كله تعملوا كده يا جماعة لنا. أحلى مخروطة وأحلى مبروم وأحلى رقاق ناشف مغرق. بصوا يا جماعة، أنا مفتحة عينيا على الخير الحمد لله. الله يرحمها عمتي بقى كانت تعمل لنا الحلو كله أيام العيلة. يلا الله يرحمهم جميعا. حط بقى كده القشطة يا حبايبي اهو. لا تقولي بقى باللحمة ولا تقولي أي حاجة، دي الطريقة بقى بتاعتنا بتاعت زمان. بسم الله ما شاء الله. افرد بقى كده القشطة على وش الرقاق كله، اللهم صل على النبي اهو. تاكلوا بقى صوابعكم ورايا يا جماعة. والله كانت واحدة حبيبتي طالباه مني، ان شاء الله هعمله لها لما تيجي. بس ابو علاء بقى معلش حطيني قدام الامر الواقع النهارده.
جابهولي جاهز وقال لي لازم اكل منه على الغدا. هيروح يصلي بقى الجمعه ويجي يلاقينا عاملاه. وعندي بقى بواقي بط من امبارح، وعندي هدس رز كمان، وعندي اكل ياما. الخير موجود والحمد لله. خيركم موجود يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. القشطه دي يا جماعه انا حشاها من على وش اللبن. الخير كتير والحمد لله. ادهن وشها كلها قشطه. ما عندكيش سمنه بلدي ولا زبده، حطي يا قلبي شويه زيت، ادهن الصينيه اي حاجه. ادخلها بقى الفرن يا حبايبي. لازم الفرن يكون حامي يا جماعه، احمرها من فوق ومن تحت واطلعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى يا جماعه الرقاق بتاعي قابب زي الفطير. شايفين بقى القشطه ولا الريحه يا جماعه طالعه بقى؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. جميله وسهل وبسيط وما عليهوش حاجه، من غير لحمه ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه. ما خسرتش الا حته القشطه بس. والرقاق طيب، والرقاق طبعا ابو علاء اللي جايبه اهو. شايفين الرقاق مال الصينيه قابب. شوفوا ملت على طرف الصينيه من فوق. حطيت كمان يا حبايبي زعنتين رز اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بيبكبك بيبكبك. عمال يقول كلوني، انا عايز اللي ياكلني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يا جماعة. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا حبيبي بقى وحطوا لايك. كل مدى كل ما بيقب، كل مدى كل ما بيقب اهو. شايفين الجمال والحلاوة؟ لازم تدخلي صينية الرقاق ديت على نار عالية اهو. شايفين شايفين؟ الصلاة على النبي. ألف هنا والشفا للي شاف. بس اللي شاف هياكل ازاي؟ والله لو اعرف مكانكم كلكم اجيب لكم كل واحد حته 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 كده. والف هنا والشفا للي هياكل. اكتبوا لي بقى كده في الكومنتات تحت، تسلم ايدك يا ام الاء. احلى صينيه رقاق مغرق. مش عارفه بقى انتوا بتقولوا ايه عندكم، رقاق مغرق ولا ايه؟ انا عاملاه مره تانية في القناه بتاعتي تحت بالدمعه وباللحمه بقى والدنيا هايصه. كنت عاملاه بطريقه حلوه برضو، كنت انا اللي خابزاه في البيت من اول العجن لحد الاكل. شايفين النار يا جماعه؟ هي يعني ولا عاليه ولا واطيه. اما يبدا يحمر معاك توطي بقى شويه وتدير الصينيه بتاعتك. صينيه رقاق بقى يا جماعه، ما تقولوش لعدوكم عليه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده يعني تفتح النفس. اللهم صل على النبي. من غير بقى لبن ولا لحمه ولا بيض ولا حاجه خالص، يعني تكلفه بسيطه خالص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه وش الصينيه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه كده جميله.